سلام عليكم. سلام عليكم. حياكم الله يا شيخ حيدر، مع حضرتك رامي عيسى. نعم حياك الله. حياك الله يا شيخ حيدر. أحببت أخذ من وقت حضرتك دقيقة. خدمتكم. حياك الله يا شيخ حيدر. أنا قرأت الآن للملا صدر، وحضرتك تعرفه يا شيخ، في كتابه المعروف بالأصفار، ذكر فصل في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان، وذكر يا شيخ لحظة خلي أجيب الكتاب وابتدي أي صفحة. طيب بالضبط. إن شاء الله. ماشي. موجود ملا صدر الكتاب. نعم هاتوا. وهسمعك أيضا الكلام صوتي من الشيخ عبد الحليم الغزي. جيد، لا بأس لا بأس. تفضل يا شيخ، أنا منتظر حضرتك. بلي القطع الاتصال. لا أسمعك. لا أسمعك. نعم هذا صوتي من جديد. نعم حياك. في صفحة 171 في ذكر عشق الظرفاء والفتيان الأوجه الحسان، اتكلم يا شيخ ان يجب التنبيه ان في هذا المقام يتوسط الموصوف بها بين العقل المفارق المحض وبين النفس الحيوانية. بيقول ان يجب انك تأتي بغلام تعشقه، لان هذا قنطرة، غلام ابيض امرك كده، يكون هذا قنطرة لعشق الله تبارك وتعالى في الطريق العرفاني. نعم صحيح هذا المعنى، لأن إلى تفسير باطني. يعني ده يا شيخ بيبقى ليه تفسير باطني، ان انا اجيب غلام اعشقه. نعم في بداية نعم. من اصغى الى ناطق، واذا كان هذا الناطق غلام جميل امرد ابيض. طب يا شيخ نعم كلامك قرأته يا شيخ. لا انا اعرف هذا الاتصال يأتيني عدة مرات. نعم ومن غيري. حياك. لا هو انا ما حدش اتصل عليك غير ان شاء الله يا شيخ حيدر. وانت صغير بقى يا شيخ حيدر ودوك للمرجع علشان يعني يعشقك، يعني وانت صغير ودوك للعرفاني. انت واحد لعين وناصبي. شفت من جماعة عمر اللعين. الله اكبر الله اكبر. احللت اللواط الان، واحللت عشق الغلام الامرد ان يذهب للعرفاني يعشقه، وقلت لي ليه معنى باطني، وما جبت الامر عليك وقلت لك خدوك وانت صغير ودوك للعرفان الكبير، رفضت ذلك ولعنتني وطعنت في سيدي عمر رضي الله عنه. انت عارف ليه يا حيدر الساعدي؟ لانك اتفضحت، لان دينك بيحل الشذوذ كما رأيت الان، فما امامك الا انك تسب صحابة النبي. خالدين فيها ابدا. حقيقة انكم تتنعمون بجهنم، في قعر جهنم. ليه؟ علشان لم نحل الشذوذ. علشان عمر وعائشة وابو بكر وحفصة وكل هؤلاء الحبالات هم في قعر جهنم. شكرا. سيتم غلق الاتصال. خلاص عايز يهرب يعمل ايه؟ يسب صحابة النبي. الله اكبر ورب الكعبة ما ظننت قط ان احد المعممين يتفوه ويكر بعشق الغلمان الذي كما تسمعونه الان. اعوذ بالله من الكفر، والله ما تصورت ان احد يكر بعشق الغلمان كما سمعتم الان. ليس بعد الكفر ذنب. ايه رأيك يا شيعي؟ خلاص من بكرة هتودي ابنك الصغير لأحد المعممين عشان يعشقه، وبعد ما يعشقه شوية في البيت عنده يصل لهذه المرحلة لعشق الله، وده اسمه العشق الباطني. اللهم إني أبرأ إليك من هذا الدين ومن هذا الكفر.